سلام واهلا ومرحبا بكم عندي في القناه. نتمنى تكونوا بخير، لاباس عليكم، صحيحه مزيان، كلشي وهداك. قبل ما نشارك معكم الوصفه ديال اليوم فقط طلب صغير، ما كرهتش تزيدوا تفاعلوا مع الفيديوهات اللي كنشارك معكم، سواء بلايك او كومونتير، يعني ما فيها باس. قبل ما تكملوا الفيديو هبطوا لتحت وديروا لايك وكومونتير باش هكا القناه تطلع والفيديوهات يزيدوا يتشافوا في يوتيوب. فقط طلب صغير، دونك اي واحد دخل تفرج في الفيديو يدير واحد لايك وكومونتير ويبارطاجي هكا الفيديو باش القناه تزيد تكبر وتكبر. فصافي هادشي اللي كاين. وكذلك اللي باقي ما مابونيش وما مشاركش يدير صابوني واشتراك ويفعل الجرس باش يبقى ديما يوصل الجديد. وصفتنا اليوم عباره عن كيكه اللي كتجي سهله ورائعه بزاف، كيكه هنريس كما غادي نسميها. هاد لا غوسيت ديال صاحبتي جربتها وجات فريمون رائعه ولذيذه بزاف، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم. سيرتو هكا اللي ما كيبغيش يدير في الكيك ديالو الدقيق، لان هذه الكيكه بدون دقيق وكتجي هشيشه ورطبه بزاف وخفيفه، يعني ماشي من الكيكات الثقال. فنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبار، فريمون كتجي رائعه ولذيذه بزاف. فبلا ما نطول عليكم نخليكم على المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، عندي نفس القياس تاع الزيت، حليب، سنيده. انا كما كتعرفوني كنقص شويه من الحلاوه، مي نتوما ديروا كاس عامر يعني نفس القياس. عندي 2 ساشي ديال الكاكاو اولا 2 معالق كبار نتوما واللي متوفر عندكم، ساشي د فاني، 2 خمارات، 2 باكيات ديال هنريس ديال 50 ريال، هذا الكبير ماشي الصغير. نشوف واش مكتوبه فيه شحال من غرام، فيه 85 غرام. عندي معلقه صغيره ديال نسكافيه وقبصه ديال الملح. من بعد صافي كناخذ ميكسور اولا الخلاط الكهربائي اللي كنخلط فيه جميع العناصر. كناخذ البيض. اللي كيعجبني في هذا الكيك هذا هو من الكيكات الساهلين اللي ما كياخذوش الوقت نهائيا، واللي زوين فيها ماشي كتخلطي كل حاجه بوحدها، يعني البيض مع السنيده عاد باش كتبغي تضيفي باقي العناصر، نو كتخلطي كلشي من غير هنريز وخماره اللي كنضيفهم حتى الاخير. دونك صافي كما شفتوا خديت البيض، كنزيد عليهم سنيده، كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، قبصه ديال الملح، معلقه صغيره ديال نسكافيه وجوج ساشيات ديال الكاكاو والفاني. دونك صافي غادي نخلط هاد العناصر واحد 15 دقيقه، غيبقى ليا هنريس والخمارات غادي نزيدهم من بعد. من بعد ما دازت واحد 15 دقيقه صافي غادي نضيف دابا هنريس، وغير هو غادي نخليه واحد 5 حتى ل 10 دقائق على ما داك الهنريس يذوب ليا شويه ويرطاب في داك الخليط، عاد باش كنطحنو، يعني ما تطحنوش من الاول باش ما يصعبش لكم القضيه في الميكسور والميكسور ما يخسرش. صافي كناخذ هنريس كما شفتوا، غادي نخليه غير واحد 5 10 دقائق وعاد باش نطحنو. صافي من بعد ما دازت واحد 10 دقائق وكما كتشوفوا هنريس كنحس به رطاب، كنزيد دابا 2 خمارات وغادي نطحنهم في الميكسور.
دونك فوالا الريزولطا من بعد ما طحنت كلشي مزيان. تبعوا المقادير كيف ما هي غادي يخرج لكم بحال هكايا. ما غتحتاجوش، يعني هذا باللي زوين فيه هو ان المقادير اكزاكت. ما تخافوش من الدقيق واش غيجيكم ثقيل ولا لا، كيجي خفيف بزاف والعكس تاع الدقيق اللي كيتقل لو كيك. دونك صافي كيما شفتوا هكا ستركتور ديالو متجانس وما ثقيلش بزاف وما خفيفش، يعني ما بين وما بين. دونك فوالا صافي غادي ندوز نديرو في المول. من بعد خديت المول اللي غادي ندير فيه لو كيك، وكيبقى المول اختياري، اي مول عندكم في الدار ديروه. يعني اللي زوين في هذا الكيك ما كتبازاش على شي مول بالضروره عاد باش ديروه. اي مول عندكم ديروه استعملوه، غير دهنوه مزيان. دونك صافي كيما شفتوا دهنته مزيان بالزبده، وغادي نرشو انا هنا بالكاكاو اللي كتبقى اختياريه. يمكن لكم ترشوا بالدقيق، انا غير كتعجبني داك النسمه تجي من التحت ومن الجناب ديال الكاكاو. وانتم كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ترشوا غير بالدقيق ماشي بالضروره الكاكاو. صافي غادي ندخلها الفران على درجه حراره 180. كيف ديما الكيكات كنشعل عليهم غير من التحت حتى كتبان لي طلعات وبدات كطيب من الجناب، كنزيد نشعل عليها الفوق غير تحمر ليا شي شويه وكنخرجها. كيك من بعد ما طاب باش نوريكم راه فريمون طاب، كيخرج ناشف. الا خرج لكم العود ناشف راه عرفوا طاب. غيبان لكم هكا من الجناب بحال كحل، راه هو ما محروقش، غير الكاكاو رجع لي مع السخونيه وهداك الشيء طلق في لو كيك. دونك غادي نقلبها دابايا. بالنسبه للسقوه غادي ناخذ نص كاس تاع الحليب، غادي نزيد عليه عندي هنايا شوكولا اللي حلو. هذا يمكن لكم ديروا كاكاو ولا نسكافيك ولا واحد وشنو كيبغي. غادي ناخذ منه واحد معلقه كبيره صافي، وغادي نسقي به الكيك. راه ديجا هذا الكيك راه كيجي رطب فريمون كيف ما كتشوفوا، يعني يمكن لكم كاع ما تسقيوه، مي الا سقيتوه كيجي هكا احسن. المهم غادي نسقيه ونخليه حتى يبرد تماما عاد باش ندوز معكم مرحله ديال الزواق. غندوز المرحله ديال التزيين اللي كتبقى اختياري كيف ما كنقول لكم دائما. غادي ندير واحد كناش ديال الشوكولا اللي غادي نحتاج فيه 100 غرام ديال الشوكولا. المهم انا هنا دايره ميلكا وشوكولا نوار، اي شوكولاط عندكم كديروا. عندي 100 غرام ديال القشطه الطريه اللي غادي نخشيها في الميكرووند حتى تذوب، ولا ديروها في كاسخور حتى تذوب، وغادي نخويها فوق الشوكولا. من بعد ما خويت الكناش ديال الشوكولا فوق لو كيك كامل، عندي هنا شوكولا بلون ولا شوكولاط ابيض اللي ذوبته. كندير به خطوطه فوق من الكناش ديال الشوكولا. واخر حاجه خديت شويه ديال الكركاع اللي طحنته في ميكسور باش يجيني هكا مهرمش. زدت عليه كان عندي واحد شويه ديال الفيرميسيل نوار، و
خلطتهم بجوج ودرتهم هكا من الجوانب. يمكن لكم ديروا لوز مهرمش، غير هكا فيرميسيل في نواغ، ما تحتاجوش ديروا كركاع، اي حاجه عندكم ولا اي حاجه متوفره يمكن لكم ديروها. درت معكم تزيين اللي سامبل وكيجي رائع في الشكل، وكما شفتوا يعني ما كيحتاجش بزاف ديال المكونات، وعطى واحد المنظر اللي زوين لو كيك. كما كنقول لكم دائما التزيين كيبقى اختياري، كل واحد وشنو كيبغي يدير فيه. هكذا نكون وصلنا لنهاية الوصفة، نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. كيف ديما أي سؤال أو اقتراح خليوه لي في التعاليق. كذلك ما كرهتش تعطوني بعض الأفكار أو لا وصفات اللي تبغيو تشوفوها في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. فما بقى لي إلا نقول لكم بسلامة إلى فيديو مقبل إن شاء الله.